من قيادات الحزب مع رئيس الحزب. هنستمع الاول لرئيس الحزب والاخت حكمت، وبعدين اذا كان في اي حاجه ممكن نستقبلها. ايضا احنا بيسعدنا وجود الاستاذ مسعد رئيس حزب التحالف الاشتراكي، وايضا من مجموعه الاحزاب الداعمه لحامل التنظيم سواء على مستوى الجمهوريه او على مستوى الاسماعيليه. بطولة موسيقو مدينة الإسماعيلية. مبدئيا كده عشان ما يبقاش مفاجأة، أنا أعلنت في التلفزيون وفي المواقع إني بعلن تأييدي للمشير عبد الفتاح السيسي. الكلام ده من حوالي شهرين عشان ما يبقاش مفاجأة ليكم، عشان ما يبقاش يقولوا ده بوشين، مفيش ثوابت في السياسة. طبعا احنا لما جات لي الدعوة أحضر حملات كمل جميلك، فيما بعد سميتها كمل جميلك ورجع الحزب الوطني. رحت الحملات كمل جميلك كلها، فوجئت ان رجال الحزب الوطني هم اللي بيصرفوا على الحملات وهم المعنيين بيها. طبعا انا اتكلمت مع المنسق العام للحمله، فقلت له ازاي الحزب الوطني معروفين، عضو مجلس الشعب عن دائره السيده زينب، عضو مجلس الشعب عن دائره لزغلي اللي حضرت لها نوه، ورحت شبين الكوم فوجئت برضه بمحمد بدر نائب مجلس الشعب عن دائره الحزب الوطني هو المنسق العام للحمله. طبعا الكلام ده كله مرفوض، لان احنا حزب ليبرالي، حزب الغد. طبعا زي ما انتم عارفين سبب انشائه كان معارض لجمال مبارك، فكره التوريث مع الدكتور ايمن عبد العزيز نور رئيس الحزب في الوقت ده. فحزب الغد لما النهارده يبقى حزب معارض ونفوجئ النهارده بقيمه ثوره 25 يناير تقوم على نظام فاسد نشر المرض والجهل وسط المصريين، وتقوم الثوره وتشيل وتزيح وعلى رسول محمد حسني مبارك يعيد الزمن نفسه ونرجع النهارده تاني نحط ايدينا في ايد الحزب الوطني. فطبعا ده شيء مرفوض نهائي. حاولنا نقابل المشير عبد الفتاح السيسي مره واثنين وثلاثه واتصلنا بيه، ما فيش مقابله لعبد الفتاح السيسي غير للمشاهير طبعا اللي بيشوفوه على التلفزيون، الفنانين والمثقفين اللي هم النخبه اللي ظهرت بعد 25 يناير. فاتصلنا بالسيد حمدين صباحي، فمشكور رد علينا. طبعا هو عارفني من ايام ما كان طلع لنا قرار بان ايمن نور تجميد عضويه حزب غد الثوره. طبعا حمدين صباحي طلع هو اللي عرض القرار وقال الكلام ده بالصحيح. رحت قابلته في المهندسين، قعدت معاه اكتر من ساعه، سمعته وسمعت برنامجه، في سلبيات في برنامجه وفي ايجابيات. المهم ان احنا سمعناه، المهم ان الراجل قبل انه يقابلنا، وده شيء جميل انه يقابل عامه الشعب المصري مش الفنانين والمثقفين اللي بنشوفهم دلوقتي في التلفزيون. فالراجل كلمنا معاه، طرح برنامجه، اقتنعنا بيه جدا. فلذلك احنا عايزين واحد من الشعب. لما نفكر كويس قوي 60 سنه حكم عسكر، كلمه عسكر اللي بيتضايق من المشير عبد الفتاح السيسي هي كلمه مش عيب. لو رجعنا للغه العربيه واللغويه هي كلمه مش عيب نهائي. احنا بناخدها على كلمه عسكر المرتزقه اللي ظهروا في ليبيا واللي ظهروا في سوريا. لا، كلمه عسكر كلمه طبيعيه جدا. فكلمنا مع الراجل، فالراجل رحب بلقائنا وعلينا تأييده لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإن شاء الله احنا معاه بإذن الله حزب غد الثورة بالإجماع، والقرار هيعود. دي من ناحية السيد حمدين صباحي نرجع له تاني. هنرجع تاني لحزب غد الثورة. كان في اجتماع عودي أمس. طبعا حزب غد الثورة ليه زعيم، وكان زعيمه الدكتور أيمن نور. بما إن الدكتور أيمن نور بمدة عضويته في حزب غد الثورة، فكان قدامنا شخصيات كتير نختار منها زعيم. طبعا احنا كنا عايزين الزعيم من قلب الحزب، مش عايزين واحد من بره. فطبعا كله قرر الاستاذه حكمت علي القرار هي عليا، وان شاء الله باذن الله لجنه شؤون الاحزاب هتختار بهذا القرار يوم السبت القادم. انا واقفه يعني احنا قاعدين كده مع بعض. هو طبعا التشريف بالمنصب كويس جدا وجميل، وبعد كفاح 11 سنه في الغد القديم وغد الثوره، وانا كنت وكيل مؤسسين في الغد، كان اسمي بيتحط محطوط مع ايمن نور في توكيلات الحزب تاسيس غد الثوره مش الغد القديم، لان انا كنت عضو هيئه عليا في الغد القديم. غد الثوره انا كنت وكيل مؤسسين الاسماعيليه، وكنت عضو هيئه عليا. فكان الاختيار على ان يبقى زعيم الحزب من الناس اللي كانت موجوده من زمان ودفعت فاتوره من زمان. فاتوره يعني انا دافعه فاتوره لقعدتي هنا، والخط صورتي ورايا على بانر كده، فانا دافعه لها فاتوره كبيره يعني. الحمد لله. كان طبعا تشريف ليا ان الهيئه العليا
تختار حد من محافظات من محافظه الاسماعيليه. محافظه الاسماعيليه من اكثر المحافظات الحيويه في مصر، من اجمل المحافظات ومن اروع المحافظات اللي بتقول كلمه وكلمتها مسموعه. طبعا هو تكريم وتكليف يبقى